السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، ليوث المياحي وياكم. المكاسب اللي حققها المنتخب الوطني من بطولة كأس ملك تايلاند 49 راح نختصرها بعدة نقاط. حقق منتخب العراق طبعا 4 مكاسب في مباراته الأولى ضد المنتخب الهندي في بطولة كأس ملك تايلاند 49 اللي انتصر بها منتخبنا الوطني بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2. طبعا المكسب الأول بشار رسن قدم أوراق اعتماده في تلك المباراة. قدم المحترف في صفوف فريق قطر القطري بشار رسن أوراق اعتماده المدرب خيسوس كاساس، حيث كان شعلة من النشاط واللاعب الأبرز العراق بعدما صنع هدف من ركلة جزاء، وأيضا سدد كرة حرة استقرت بالقائم الأيسر للمنتخب الهندي في الدقيقة 34. أما المكسب الثاني علي الحمادي استحق الرقم 10. قدم المحترف في صفوف فريق ويمبلدون الإنجليزي علي الحمادي وسبب الكثير من المشكلات للدفاع الهندي من خلال الالتحامات، وأيضا تسجيله هدف العراق الوحيد في اللقاء قبل أن يغادر في الشوط الثاني. وبعد هذا الهدف هو الهدف، ويعد هذا الهدف هو الهدف الأول لابن 21 ربيعا مع منتخب العراق في المشاركات الرسمية. المكسب الثالث هو غلطة جلال حسن بألف. الحارس جلال حسن هو الحارس الأساسي للمنتخب العراقي ولا يجد له منافسة من قبل زملائه. الهدف الذي تسبب به سيكون بمثابة جرس إنذار للحارس كي يعيد حساباته، وبالتالي متوقع أن يظهر الحارس بصورة أفضل في المباريات القادمة. وما أنقذه من صوت النقد الإعلامي والجماهيري هو التغلب بفارق ركلات الجزاء الترجيحية على المنتخب الهندي. أما المكسب الرابع فهو الظهور الأول لمحترفي أوروبا. سجل المحترف في صفوف هيرنفين الهولندي حسين علي ظهوره الأول في المباراة، وكذلك هو الحال للمحترف في صفوف هيلسبورغ السويدي أمين الحموي، ولاعب سيريوس السويدي أيضا أندريه الصناطي، حيث اطلع كاساس قليلا على مستوياتهم ومنحهم الفرصة ليظهروا إمكانياتهم، وبالتالي من الممكن أن يحضروا ضمن قائمته في المواعيد القادمة. هذه كانت 4 فوائد حققها المنتخب الوطني في مباراة الهند. أما 4 مكاسب حققها المنتخب العراقي في مواجهته لمنتخب تايلاند فهي: أولا المكسب الأول استمرار تألق أيمن حسين. نجح مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين في إثبات نفسه مجددا بعد تتويجه بلقب هداف كأس الخليجي 25 في البصرة. سجل في المباراة الماضية أمام الهند من ركلة جزاء، ونجح اليوم أيضا من تسجيل أمام تايلاند ليؤكد أنه المهاجم الأول لمنتخب أسود الرافدين. المكسب الثاني فهد طالب وجه رسالة قوية لكاساس. تألق حارس مرمى صنعة نفط عبادان الإيراني والمنتخب العراقي فهد طالب في المباراة النهائية أمام تايلاند، حيث كان النجم الأبرز في اللقاء كونه استطاع حماية عرينه في مرات عديدة رغم تلقيه هدفين، إذ نجح في التصدي لركلة جزاء في الدقيقة 80 من المباراة، وفي الركلات الترجيحية تصدى لركلة جزاء وكان السبب في تحقيق الانتصار، ليوجه رسالة إلى المدرب خيسوس كاساس ويبلغه بأنه موجود. أما المكسب الثالث أمين الحموي ينال الثقة. لاعب هيلسبورغ السويدي أمين الحموي استطاع أن ينال ثقة الكادر التدريبي العراقي بقيادة كاساس الذي منحه الفرصة ليلعب أساسيا عقب مستوياته في مباراة الهند، بالتالي أصبح من الأوراق المهمة التي يفكر بها جديا الكادر الأسباني. أما المكسب الأخير فهو أمجد عطوان رجل المواعيد الصعبة. في كل مباراة صعبة وموعد كبير تجد اللاعب أمجد عطوان في الجاهزية المطلوبة، حيث شارك أساسيا طيلة دقائق المباراة واستطاع أن يسجل الهدف الثاني للمنتخب العراقي، فضلا عن تسجيله الركلة الترجيحية الحاسمة، ناهيك عن أدواره الدفاعية المميزة. أما أهم 3 مكاسب جناها منتخبنا بعد التتويج ببطولة الودية التي انتصر فيها على الهند وتايلاند تواليا بفارق ركلات الترجيح. منها المكسب الأول هو مواصلة سكة الانتصارات والتتويجات التي بدأت في بطولة خليجي 25 التي أقيمت في البصرة وحصد لقبها أسود الرافدين، وهو الأمر الذي يمنح الثقة للجهاز الفني واللاعبين للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة. أما المكسب الثاني فيتمثل باكتشاف لاعبين مميزين على مستوى الظهير الأيسر والأيمن كأحمد يحيى ومير خازدوسكي وحسين علي، وهما المركزان اللذان عانى منهما منتخبنا
في الفترة الأخيرة بسبب تذبذب مستوى العديد من اللاعبين كعلي عدنان وضرغام إسماعيل وغيرهما. أما المكسب الأخير هو تألق الحارس البديل فهد طالب، والذي كان أحد أسباب الانتصار في اللقاء النهائي للبطولة بعد رده ركلة جزاء في الدقيقة 80 من المباراة، وأخرى في ركلات الترجيح ليثبت أحقيته في حراسة المرمى أسود الرافدين، وخصوصا بعد المستوى غير المرضي من الحارس الأساسي جلال حسن في اللقاء نصف النهائي، والذي تسبب فيه بهدف كارثي أمام منتخب الهند.